ولذلك قلوب الصغار أفضل من قلوب الكبار. أحباب، الاستقامة ليست أن تكون مصليا فقط، ولا أن تكون صائم فقط، ولا أن تكون تالي للقرآن فقط. الاستقامة الحقة أن لا يكون في قلبك على مسلم غل، لأن لو فيه غل ما يرفع فوق رأسك ولا تتجاوز صلاتك ولا طاعاتك أذنيك. ولذلك سمى الحبيب الحالقة البغضاء أي بغض في قلبك يتجاوز 3 أيام ما ترفع صلاتك. قال إياكم قال فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر إنما تحلق الدين. تحلق الدين. ومن هجر مسلما فوق 3 أيام، اسمع يا أبو 3 سنين و3 أشهر، من هجر مسلما فوق 3 أيام فمات دخل النار، الحديث صحيح. ومن هجر مسلما فوق 1 سنة فهو كسفك دمه، كأنه قاتل ولد عمه ولا أخوه ولا جاره، إذا كان 1 سنة ما يسلم عليه. أحبابي، رمضان ليس شهر الجوع، شهر التقوى، والتقوى ما هي في البطن، التقوى في القلب. قال لعلكم تتقون، ما قال لعلكم تعطشون. ليس الله في غنى عن صيام من كان في قلبه غل. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. تعرض الأعمال على الله كل اثنين وخميس، فيغفر لكل مسلم لم يشرك بالله شيئا إلا رجلين بينهما شحناء، فيقال أنظروا هذين حتى يصطلحا. أحبابي، قبل المقاضي لرمضان، وقبل ما نصلح المكيفات، وقبل ما نقضي للعيد، وقبل ما يكون بعضنا شايل هم رمضان وذبيحة رمضان ومقاضي رمضان وينتهي وينتظر يوم 25 في شعبان، قبل هذا يا أخي صلح قلبك جعلك في الجنة، قبل ما تصلح المكيف، وقبل ما تأتي بمقاضي رمضان. أطهر قلبك، صل رحمك، صل من هجرت، ولا تقول هو المخطي، أنت مخطي، لأنك مهما بلغت جريمة ابن عمك وأخوك وغيره يبقى أنك مخطي. إذا تجاوزت 3 أيام ما سلمت عليه لك حق، خذه في المحكمة، لكن يبقى أخوة الإسلام أعظم من حقك الذي بينك وبينه. قال الحبيب لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3. هي 3 أيام بعدها تغلق الأبواب. لا تقول لي أنا طويل مطوع ولا مبتر ولا شايب ولا صغير، هي الأعمال ما ترفع إلا للقلوب الطاهرة المخمومة. قال الحبيب أفضل الناس مخموم القلب طهور صدوق اللسان.